السرعة القصوى تنطلق في ربع ساعة الأخيرة. المنتخب التونسي يضغط ويحاول من أجل افتتاح باب التهديف مرة أخرى. حارس مرمى منتخب مالاوي يتصدى إلى هذه المحاولة الخطيرة للمنتخب التونسي. ويليام طول رقم 16، فرصة تونسية ذهبية لتحقيق الافتتاحية والأسبقية ولو في ربع ساعة الأخيرة من مراحل اللقاء في المنتصف. تونسية ديلان براون وكذلك حانيبال المجبري من داخل منطقة العمليات، البحث على نادر الغندري رقم 7 الذي يتحصل على ركنية لفائدة المنتخب التونسي. الركنية لفائدة نصر قرطاج من داخل منطقة العمليات والعرضية والرأسية بوجود حامي عرين مرمى منتخب مالاوي مرة أخرى. ويليام طول رقم 16 من نفس المكان يتحصل على 3 كرات متتالية. أكيد بأن 14 دقيقة الأخيرة سوف تعرف زحف وسرعة قصوى حقيقية واقعية تونسية مستمرة على الجهة الوسطية لمنتخب تونس.